تعال اقول لك ازاي عملت اكتر من 50,000 جنيه من بيع المنتجات الرقميه في كام ساعه بس. طبعا كلنا عارفين ان المنتج الرقمي اسهل بكتير جدا في ادارته من المنتج الفيزيكال. مش محتاج يبقى عندك شركات شحن ولا يبقى عندك مخازن ولا مثلا في احتمال ان البضاعه تبوظ، ودي ميزه المنتج الرقمي. الحاجه الوحيده بس المهمه انك تكون بتبيع حاجه ليها قيمه، يعني تكون بتبيع PDF، بتبيع كورس، بتبيع مثلا سيشن، بتبيع اي حاجه رقميه ولكن تكون ليها قيمه عشان الناس تقدر تدفع فلوس فيها وتشتريها وتلاقيها فعلا مميزه. والموقع اللي جاي اكلمكم عليه النهارده هو موقع متخصص بس في بيع المنتجات الرقميه، وهو من اميز المواقع ولكن مش مشهور قوي في الدول العربيه. والموقع دوت هو موقع Gumroad، وهتكلم معاكم عن اكتر من ميزه في الموقع دوت. من اهمها هي معضله البيمنت جيت واي او البيمنت ميثود اللي عن طريقها الناس بتقدر تدفع لك فلوس من اي دوله في العالم. فعلى Gumroad انت تقدر تبيع للعالم كله، وكمان يكون عندك حساب سترايب عليه وتوصل لك الفلوس على اللوكال بنك بتاعك، سواء انت في مصر او في اي دوله عربيه او في اي حته في العالم، بدون ما يقول لك لازم يبقى عندك ورق شركه والكلام اللي احنا عارفينه عشان خاطر نبني اي ستور او اي متجر الكتروني. الميزه كمان في Gumroad ان انت بتقدر تبني عليه المتجر بتاعك بتاع بيع المنتجات الرقميه في دقائق معدوده حرفيا، ما بياخدش اي وقت، وكل حاجه كاستمايزابل بطريقه سهله جدا. وكمان بتقدر تربطه بجوجل اناليتكس 4، بتقدر تربطه بفيسبوك بيكسل، بتقدر تربطه بجوجل ادز، تقدر تربطه بكل المنصات اللي انت بتقدر تشتغل عليها. انت تقدر تبيع المنتج الرقمي بتاعك باكتر من طريقه، يعني تقدر تبيعه اورجانيكلي لو عندك متابعين على تيك توك، انستجرام، لينكد ان. زي مثلا يعني انا عندي اكتر من 33,000 متابع على لينكد ان، وقدرت اعمل الفلوس اللي عملتها دي اورجانيكلي من غير ما ادفع ولا جنيه. انا بس نزلت بوست اورجانيك عادي جدا وحكيت للناس عن الكورس بتاعي بتاع الفريلانس، واللي الحمد لله انا محقق اكتر من $25,000 في سنه واحده بس على موقع ابورك، والناس اللي متابعيني عارفه الكلام دوت. وقدرت الحمد لله اعلم ناس كتير جدا عن طريق الاونلاين سيشنز. السيشن دي سواء مسجله او سيشن لايف، والحمد لله ناس كتير قوي قدرت تستفاد وقدرت ان هي تبتدي تجيب اول عميل ليها في مجال العمل الحر. وفي منهم طبعا اللي كان شغال على ابورك ولكن ما كانش عارف يجيب عملاء جداد ولا يوسع شغله، فقدرت بفضل الله ان انا اعلمهم ازاي يقدروا يتقنوا مجال العمل الحر. وهسيب لك على فكره لينك السيشن في الديسكريبشن لو انت عايز طبعا ترجع لها في اي وقت. خلينا نرجع لموضوعنا. وزي ما قلت لك انت تقدر تبيع المنتج الرقمي بتاعك عن طريق الاورجانيك، ان انت مثلا تنزل بوست على تيك توك، على انستجرام، على لينكد ان، على اي منصه عندك متابعين عليها، وده اورجانيك تماما بدون ما تدفع اي جنيه. او ان انت طبعا تبتدي تعمل اعلانات على السوشيال ميديا عشان خاطر تبيع المنتج الرقمي بتاعك، وبرضه بتبقى مربحه جدا لان في ناس كتير عاملين يعني فلوس كتير جدا من المنتجات الرقميه، عايز اقول لك آلاف الدولارات.